بتحفر الولد وبيطلع عظم طفل وبينهار بعدها وبيقعد يعيط، بس المحقق بيحضنه وبيهديه. وبعد كده بينادي المدير بتاع المستشفى على كريستين وبيطلب منها انها تمضي على ورقة بتقول ان الولد اللي معاها دلوقتي ابنها، ولو مضت عليها هيطلعها من المستشفى فورا. بس هي بترفض، فبيتعصب مدير المستشفى وبيقرر انه يكهربها. بس الكاهن جوستاف بيوصل في الوقت المناسب وبيطلب من مدير المستشفى انه يقرأ الجورنان. ولما بيمسك المدير الجورنان بيلاقي خبر بعنوان العثور على جثث لمجموعة من الأطفال، فبيقتنع المدير ان كريستين على حق وبيؤمر بخروجها من المستشفى. وبيروح مدير الشرطة لجونز وبيقعد يزعق فيه لان اللي هو عمله ده هيقلب الدنيا عليهم وكريستين مش هتسكت. وبعد كده بيبدأ المحقق يستجوب بالطفل اللي ادعى انه والتر، وبعد ما بيهددوا انه هيدخل السجن بيخاف وبيعترف انه مش والتر الحقيقي. وبيهرب جوردن لكندا وبيروح لبيت اخته وبيطلب منها انه يستخبى عندها، فبتوافق اخته، بس بيستغل جوز اخته دخوله